مشاهدينا الكرام، خطى متسارعة نحو اتفاق وشيق قد يضع نهاية للحرب في اليمن التي تقترب من دخول عامها العاشر. هذه المفاوضات جاءت تتويجا لجهود عام ونصف من الهدنة المتقطعة وجولة مفاوضات مكوكية عقدت في الرياض ومسقط وصنعاء وعمان برعاية أممية وتسهيل سعودي عماني. الخطوط العريضة لمسودة الاتفاق المسربة والمنتظر الإعلان عنها تشير إلى أن خارطة الطريق المتفق عليها تتكون من 3 مراحل. تبدأ المرحلة الأولى بإجراءات إنسانية مدتها 6 أشهر، وتتضمن إعلان وقف إطلاق دائم للنار وصرف المرتبات وفقا لكشوفات عام 2014. كما تشمل الإجراءات فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء بشكل كامل، وعودة الحكومة لتصدير النفط، وتشكيل لجان اقتصادية وسياسية وعسكرية تمهيدا للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية مدتها سنة، يجرى خلالها حوار يمني لاستكمال الترتيبات الإنسانية والاقتصادية والسياسية. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي فترة انتقالية مدتها 2 عام، يتم خلالها تنفيذ مخرجات الحوار الثانية وصولا إلى انتخابات عامة. وأوضحت المصادر أن المبعوث الأممي هانز غرونبيرغ تسلم نسخة من مشروع الاتفاق من الرياض مؤخرا ليبدأ التحضيرات البروتوكولية بما في ذلك تحديد مكان وزمان التوقيع. وفيما أكد الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، أفاد مصدر يمني رفيع بأن الحكومة بصدد مراجعة مسودة الاتفاق لإبداء ملاحظة أخيرة عليها قبل التوقيع.